الزمالك بيعلن قائمة مباراة الإسماعيلي بكرة الساعة 7 مساء إن شاء الله. تعالوا نتعرف على القائمة مع بعض. قبل ما نقول القائمة، أبرز ما في المباراة هي عودة جماهير الزمالك مرة تانية للمدرجات بعد فترة غياب، بعد زعل من مجلس إدارة نادي الزمالك على الموقف اللي خدوه من الانسحاب من الدوري، وإن هم قرروا يرجعوا تاني بعد الاعتذار أو الانسحاب من مباراة الأهلي ثم العودة مرة تانية. جمهور الزمالك كان متضايق واخد موقف كبير، ولكن الزمالك لن يسير وحده أبدا في ظل وجود جماهيره. بكرة جمهور الزمالك خلص التذاكر ويكون موجود وحاضر بقوة لدعم الفريق أمام الإسماعيلي. غيابات بالجملة ووجوه جديدة كثيرة في قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي: محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز في حراسة مرمى الزمالك بكرة أمام الإسماعيلي. خط دفاع الزمالك بكرة: حمزة المسلوسي وعمر جابر وسيد نيمار، أحمد مجدي وحازم أسامة من لعيبة الزمالك الشباب. في الوسط: دونجا ورؤى، محمد السيد وعمار ياسر، ترافيس موتيابا، إبراهيم انداي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد عاطف ومهاب ياسر، أوباما ومصطفى شلبي، وعودة سيف الدين الجزيري من الإصابة مرة أخرى. أبرز غيابات الزمالك بكرة طبعا زيزو اللي انضم لمعسكر المنتخب الأولمبي. كان في كلام كبير إنه يلعب مباراة الإسماعيلي بعدين ينضم للمعسكر، ولكن زيزو خلاص انضم لمعسكر المنتخب الأولمبي ومش هيكون موجود بكرة. مباراة مهمة، مباراة قوية طبعا. مباراة الزمالك والإسماعيلي دايما مباراة قوية، ودايما مباراة فيها مناوشات ومباراة فيها كورة حلوة. يا رب نستمتع بمباراة كبيرة في ظل الناس كلها متضايقة على فقيد الشباب الكابتن أحمد رفعت. نتمنى له يا رب الرحمة والمغفرة زي ما بنقول. يا ريت كل الناس تدعي له، ربنا يصبر والدته وربنا يرحمه ورب يغفر له ويسامح اللي كان السبب، ايا كان مين هو او ايا كان ايه الملابسات اللي حصل اللي خلاه يوصل للحالة دي. كلها اسباب، تعددت الاسباب والموت واحد.